مرحبا بكم أصدقائي، معكم رضوان من قناة بودكاستر. هل تعلم أن إحدى من عمالقة صناع السيارات في العالم بدأت كمشروع سياسي؟ نعم، إنها سيارة فولكسفاغن أو سيارة الشعب كما يطلق عليها بالألمانية. لم تكن مجرد فكرة صناعية، بل كان جزءا من فكرة طموحة وذكية رسمها أدولف هتلر في الثلاثينيات من القرن الماضي. في هذه الحلقة سوف نكشف قصة مثيرة وراء تأسيس هذه الشركة العملاقة، وعلاقة أدولف هتلر بتصميم سيارة الشعب، وكيف تحولت هذه الشركة من مشروع دعائي إلى أكبر مشاريع العالم في تصنيع السيارات. قبل أن نبدأ يا أصدقائي، علينا أن نعود أنا وأنتم إلى ثلاثينيات القرن الماضي. في ألمانيا كانت تعيش ألمانيا في ذلك الوقت حالة من تغيير في جميع المجالات تحت الحكم النازي. كان يطمح أدولف هتلر في جعل ألمانيا قوة صناعية عالمية. بشكل بسيط، كان هتلر يفكر في جعل أن كل عائلة ألمانية تمتلك سيارة رخيصة وبسيطة، ويقومون الألمان بسياقة سيارات فولكسفاغن في شتى طرق ألمانيا التي كان بدأها في ذلك العصر أدولف هتلر، والتي كانت تعرف هذه الطرق باسم الأوتوبان. هنا ولدت فكرة فولكسفاغن، سيارة بسيطة بتكلفة رخيصة لا تتجاوز 1000 رايخ مارك في ذلك الوقت، أي ما يعادل راتب عامل ألماني لمدة عام تقريبا. ولكن كيف تحولت هذه الفكرة إلى واقع؟ في عام 1934 كلف أدولف هتلر مهندسا ألمانيا شهيرا في ذلك الوقت اسمه فرديناند بورش. كلف أدولف هتلر هذا الأخير أن يصمم سيارة تتوفر فيها 3 شروط: أن تكون رخيصة وعملية وبسيطة. رخيصة لكي تكون في متناول الجميع، عملية لتعمل في جميع الظروف، بسيطة لكي يستطيع أي شخص قيادتها وصيانتها. بعد سنوات من العمل ظهر نموذجا لسيارة نعرفها، كما تلقب هذه السيارة بسيارة الخنفساء أو البيتل. وفي سنة 1937 تأسست شركة فولكسفاغن بدعم من جبهة من العمال الألمانية، وتم اختيار مدينة فولفسبورغ لإنشاء مصنع ضخم الذي سوف يتولى الإنتاج. ابتكرت الحكومة الألمانية في ذلك الوقت برنامجا ذكيا لجذب المواطنين في اقتناء هذه السيارات: ادفع مقدما وامتلك السيارة لاحقا. هكذا كانت دعاية هذه السيارات في الأوائل لإنتاجها. ولكن جاءت الحرب العالمية الثانية لتغير موازين هذه الشركة. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939 توقف المشروع المدني، وتحولت خطوط الإنتاج إلى إنتاج سيارات عسكرية. أنتجت الشركة مركبات حربية مثل كوبلفاغن، وهي مركبة خفيفة لنقل الجنود، وشفيمفاغن، وهي سيارة برمائية كان يستخدمها الجيش الألماني. ولكن وراء هذا التحول كانت هنالك حقيقة مرعبة: استخدام العمالة القسرية، أي أن آلاف العمال من الدول المحتلة أجبروا على العمل في ظروف قاسية في هذا المصنع. بعد هزيمة ألمانيا سنة 1945 سيطر الحلفاء على مصنع فولكسفاغن. في البداية حاول البريطانيون بيع المصنع، ولكن لم يجدوا مشتريا، لذا قرر البريطانيون إعادة تشغيل المصنع وتحويله إلى صناعة سيارات الجيش البريطاني. وكانت سيارة فولكسفاغن بيتل هي النجمة في ذلك الوقت. وبحلول الخمسينيات أصبحت السيارة رمزا للنهضة الألمانية والبيع منها الملايين حول العالم، وتتربع على عرش السيارة أكثر مبيعا حول العالم في ذلك الوقت. إذن هكذا كانت البداية. سيارة الشعب كانت كمشروع سياسي، ومرت من مصاعب الحرب لتصبح لاحقا شركة عالمية رائدة في صناعة السيارات. والآن جاء دوركم. هل كانت لتنجح شركة فولكسفاغن لولا بداية دعم أدولف هتلر لها؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات.
ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاستر.